ده كده الجزء التاني من توضيب البلكونة. وزي ما قلت لكم كل واحد فينا بيختار مكان في البيت يحب يقعد فيه، يعيد حساباته، يقعد مع نفسه. لما الواحد بيقعد مع نفسه بيصفي ذهنه وبيرتب أفكاره، ولو في حاجة شغلاه بيحاول إن هو ممكن يوجد لها فكرة تكون هي النجاة ليه من أي حاجة مضايقاه. فالمكان بيفرق في كل دوت. فعشان كده قلت لكم لو كل واحد مننا اختار مكان في البيت ووضبه وعمله بالطريقة اللي تعجبه، هيبقى هو ده المكان اللي هو يعني يحاول ان هو يفكر فيه، يقعد مثلا يشرب فنجان قهوة، يشرب عصير، وبعد كده يبقى كده جدد طاقته وربنا كده يفرحنا ويدخل السعادة بيتنا. وتابعوني وقولوا لي ايه رأيكم بقى في البلكونة.